السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو كامل في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله خاوتي خواتاتي راح نشارك معكم وصفه روعه، يعني في الذوق والمنظر، يعني بزاف هايله. ودائما بعجينه القريوش. نروحوا للتحضير. بسم الله. هنا كما راكم تشوفوا عندي كاس تاع الماء. هذا الكاس اللي يدير 220 دائما انا نقيس به، وانتم الكاس اللي تقيسوا به كملوا كامل المقادير. وكما شفتوا عندي خليط يعني بين ما زهر وماء، يعني نص كاس مخلط بين ما زهر وماء، وكاس إلا أصبع مخلط بين زبدة وزيت. نخلطهم مليح هذو المقادير، ومن بعد إن شاء الله نزيدو مغرف كبيرة تاع خل ونزيدو نخلطو، ونزيدو مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز نخلطو، ومن بعد نزيدو مغرف صغيرة تاع ملح هكذا. ويعني كل ما نديرو مكون نخلطو، ومن بعد نجيبوا الفارينه هنا ما نقدرش نعطيكم الكميه ولا المقدار، لانه كما تعرفوا كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. ومن بعد زدت 11 غرام تاع خميره الحلوى، يعني حوالي مغرف صغيره تاع قهوه هكذا. وبديت نضيف الفارينه بشويه ونخلط، يعني ديروا الفارينه غير بشويه باش ما تغلبكمش وما تقسحش عندكم العجينه. هكذا نضيفوا بشويه ونلموا حتى نتحصلوا على عجينه طريه وتكون متماسكه. راهي وصفه يعني سهله وهايله، والمنظر تاعها يعني على شكل ورده. نقدروا نشربوا بها قهوه ولا لاتاي ولا حتى العصائر. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وعلى بالي باللي راح تعجبكم بالبزاف. ومن بعد هنا كما راكم تشوفوا حطيتها في بلون دو طرافاي تاعي، وراني نعجنها لمده دقيقتين. هذا ما كان العجينه هذه هي. وهنا كما شفتوا غطيتهم وخليتهم يريحوا 11 دقائق. يعني كي تجوا تخدموا تلقوهم خمروا شويه، بصح هذا الشيء عادي، يعني فيها شويه تاع خميره، ما تقلقوش. هنايا كما راكم تشوفوا جبت كريه وراني نفتح فيها هكذا. راح ندير التوريق وشديت الميزينه كما راكم تشوفوا، راني نطلي الوجه تاع العجينه، ومن بعد نطبقها هكذا نطويها، ومن بعد نزيد نحلها للمره الثانيه كما راكم تشوفوا، ونعاونوا روحتينا بالميزينه هكذا نحلوها مليح، ومن بعد نزيدو نطووها للمره الثانيه. وكل ما نطو يعني رشوا الوجه تاع العجينه بالميزينه هكذا على هذا الشكل، ونزيدو نرشوا على الوجه شويه تاع الميزينه ونحلوها هكذا بالطول. يعني شوفوا ما شاء الله العجينه راهي يعني تنحل وحدها، راهي بزاف خفيفه وطريه. شوفوا ما شاء الله، يعني سهل، يعني ما فيه لا تعب لا والو، ما يديلكش الوقت، يعني سريع التحضير. هذه هي هكذا. دركا نطويها ومن بعد نخليها تريح 5 دقائق، ومن بعد نكملوا التحضير. هنا بعد ما ريحت 5 دقائق كما راكم تشوفوا راني نحل فيها، وهنا حليتها على سمك رقيق، لانه كما تعرفوا العجينه راهي فيها الخميره هكذا. وراني نقسم فيها كما راكم تشوفوا على هذا الشكل، على ديكاغي. ونجربوا ما نديروهمش كبار هذو لي كاغي، باش الحبه تاعنا تجي شابه. نديروا يعني نديرهم متوسطين هكذا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. وعلى هذا الشكل نبداو نقطعوا الزوايا تاع الكاري تاعنا ولا المربع هكذا، ونجبدوا للوسط ونشكلوا الورده تاعنا. شوفوا ما شاء الله شحال شابه. نزيد وحده معكم هكذا، نقطعوا يعني كما راكم تشوفوا الزوايا تاع المربع هكذا، ونشكلوا الورده تاعنا. هذه هي. وهنا عندي زيت، يعني سخنتها مليح مليح ودرت كميه معتبره هكذا، وبواسطه هذه الحطبه يعني راني نشكل الحلوه تاعي. واش نقول لكم الشكل يجي روعه هكذا. انا طيبهم يعني من الجهتين كما راكم تشوفوا. نزيد ندير معكم حبه. وبغيت نشكر المشتركين الجدد اللي دخلوا للقناة، ونقول لكم مرحبا بكم في هذه القناة المتواضعة البسيطة. إن شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون في المستوى، وبلا ما نساو القدم. ربي يحفظكم كامل. هذه هي يعني والله بالدعم تاعكم والتشجيع والتعاليق المحفزة هي اللي راهي يعني مخليتنا نكملوا معكم، وإن شاء الله نكملوا هذا المشوار معاكم إن شاء الله. هذه هي. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى الاخر هكذا، باش ما يعني تشوفوا كامل المراحل
وتنجح معكم هذه الوصفة. وكما شفتوا يعني حتى المقادير راهم متوفرين في كل بيت، يعني ماشي مقادير كبار. والتزيين تزينوها كيما حبيتوا نتوما، حبيتوا تعسلوهم ولا ترشوهم بشويه تاع السكر كلاص. انايا كان عندي كولي دو فخاز يعني، ولا كونفيتور، ولا تشبحوها يعني تزينوها كيما هو لكم نتوما. وكما قلت لكم نشربوا بها قهوه ولا لاتاي ولا حتى العصائر، وتجي بزاف يعني خفيفة، تجي خفيفة وما ترفتش كامل الزيت. هي صح تطيف الزيت ولكن ما تشربش كامل الزيت. هذه هي. انا نكمل نطيب كامل الحلوة تاعي ومن بعد ان شاء الله نشوفوها في صحن التقديم. وهنا شوفوا خالتي خواتاتي روعة روعة، يعني الشكل عجبني بالبزاف، يعني كي الشكل كي الذوق. هذه كما قلت لكم ترشوا عليها شويه تاع السكر ولا سكر غلاس ولا العسل، يعني كما حبيتوا نتوما. انا درت لها شويه تاع كولي دو فخاز، كان شبحتها بشويه تاع كولي دو فخاز وراني نرش فيها بشويه تاع سكر غلاس هكذا. يعني كل واحد كيفاش يحب يزين الحلوه تاعو. هذه هي. وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتبارطاجوا لاشين وتضغطوا على زر الجرس هكذا باش كي ندير فيديوهات جدد يوصلكم. ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.